السلام عليكم ورحمة الله. ومعاكم النهاردة في حلقة جديدة تاروت وقراءة مختلفة هادية، وإن شاء الله القراءة تعجبكم وتقول كل الطاقة بتاعتكم. خد نفس عميق واقفل عينك أو سيبها مفتوحة براحتك، بس أهم حاجة استقبل الطاقة وخليك هادي. عايزة أقولك إن الحلقة دي مش صدفة، وصولك ليها في الوقت ده مش عشوائي. انت جيت هنا لأن في حاجة جواك بتسأل، بتحاول تفهم، بتدور على معنى أو طمأنينة أو إجابة معرفتش توصلها. قبل ما نبدأ حط نيتك دلوقتي نية صافية، وقول في سرك إن شاء الله ناوي أفهم الطاقة اللي بيني وبين الشخص اللي في بالي. حط أول حرف. القراءة دي إن شاء الله هتكون بأول حرف من اسمك واسم الشخص اللي ببالك. دلوقتي فكر في الشخص اللي شاغل بالك، مش لازم صورته تبقى واضحة، إحساس كفاية. وخد أول حرف من اسمه، الحرف اللي طالع أول ما فكرت فيه. ثبت الحرف في بالك وخليك معايا. القراءة دي قراءة عامة، طاقية، نفسية إن شاء الله. كل حاجة هتبقى في القراءة دي. اللي تحسه خده، واللي ما تحسوش سيبه، من غير ضغط من غير خوف. اللي مش مناسبك هيناسب غيرك. القراءة العامة لحالتك انت. أولا طاقتك طلع ليك واضحة جدا، بس انت في فترة ضغط داخلي. حتى لو شكلك قدام الناس هادي، في حسابات كتير في دماغك، بتحسب كل خطوة، كل كلمة، كل رد فعل. واضح انك كنت شخص بيبذل مجهود اكتر من اللي بياخده. كنت دايما الشخص اللي بيحتوي، اللي بيفهم، اللي يعدي. بس التعب بدأ يبان خلاص. الفترة اللي فاتت خليتك محبط ومتضايق ومتقل. مش ضعف، هو تراكم ضغوط. النفسية حاليا انت وصلت لمرحلة ان انا تعبت من اني اشرح لنفسي او ابرر او اعدي او التمس اعذار. حاسس انك محتاج حد يفهمك من غير ما تبرر، يحس بيك من غير ما تطلب، يقرب من غير ما تجري وراه. يعني على الاقل زي ما تدي تاخد، حتى لو قليل. المهم ان انت تلاقي مقابل او تلاقي رد فعل فعلك. في صراع جواك بين قلب لسه بيحب وعقل بيقولك كفاية. ده مسبب توتر، عصبية، وصمت طويل. من ناحيتك العاطفية انت مش شايف انك قصرت، حاسس انك عملت اللي عليك وزيادة. ولو بعدت شوية او سكت ده لانك اتجرحت، مش لانك ما بتحبش. في طاقة شوق مكبوتة، في طاقة سؤال جواك، هو حس بيا ولا انا كنت لوحدي؟ هي العلاقة دي كانت ايه من البداية؟ القراءة العاطفية من ناحية الشخص او اللي في بالكم، الطاقة بتقول ان الشخص ده حاسس بيك اكتر ما بيظهر، بس عنده مشكلة كبيرة قوي هي اللي مخلياه مش قادر يعبر او مش قادر ياخد الخطوة اللي انت مستنيها. ممكن تكون مشكلة اهل، مشكلة عمل، مشكلة مال. وانا شايفة البعض منكم مشكلة الاهل اكتر. في خوف من المواجهة، من الاعتراف، او خوف من انه يخسر السيطرة. ما بيعرفش يعبر صح. شايفة الشخص، وانا شايفاك شخص قوي، لكن في نفس الوقت حاسس انه قصر. وده مخليه يا اما يتأخر، يا اما يتلخبط، يا اما يسكت. واحيانا بيسكت، واحيانا بيبلك منه انه مش عايز ياخد اي خطوة. عاجبه الوضع ومش عايز يعافر. حتى انت او انتي معظم الكلام خد خطوة، اثبت لي. هو مش عارف يعمل ايه، هو في الناحية مضغوط، في ضغط عليه. بالنسبة للشغل والمال، على مستوى الشغل في بطء الفترة دي، بس مش فشل، في حاجة بتتجهز لكم بهدوء. يمكن تغيير، فرصة، باب جديد، بس كل حاجة محتاجة صبر شوية. الطاقة بتقول لكم اللي جاي أحسن،
بس مش بالسرعة اللي انت عايزها. خليك مركز وما تتسرعش في قرار مهم. البعض منكم في قرار هو هيكون حاسم ومستني ياخد فيه خطوة ومتردد. البعض منكم امشي ورا قلبك واحساسك، اللي انت عايزه اعمله. شوف طاقتك واحساسك بيقولك انت عايز ايه، حتى لو الاحساس اللي انت عايزه هيوجعك وهيكون فوق طاقتك، كمل، ابعد، خد القرار. الطاقة العامة، طاقتك كانت منخفضة بس بتبدأ ترجع بالتدريج. في تنظيف طاقي حاصل، يمكن عن طريق بعد صمت أو وعي جديد. في أشخاص خرجوا من حياتك أو هيخرجوا، وده مش خسارة وما تزعلش، ده حماية ليك. في لازم يخرج من حياتك السيء عشان يجيلك الأحسن، فاللي يمشي مع السلامة، ما تزعلش. عايزة أقول لكم الطاقة الروحانية إن شاء الله البعض منكم والأغلبية محاط برسالة واضحة، أنت مش متساب. ركز في الإشارات والأرقام المتكررة اللي بتشوفها والأحلام. إحساس إن في حاجة بتطمنك فجأة. المرحلة دي بتعلمك تختار نفسك من غير ذنب. خلي بالك، اللي ظاهر في القراءة في سحر، مش سحر مباشر بمعنى التقليدي يعني، لكن في طاقة حسد، في نية غير صافية جاي من حد قريب نسبيا. يعني شخص كان بيتكلم عنك كتير، بيقارن نفسه بيك، بيستكتر عليك راحتك وحب الناس ليك والقبول والرزق. وفيه تعطيل مش مفهوم، عندك تقل في النفس، إحساس إن كل حاجة ماشية بالعافية، وجع في ظهركم من تحت رجليكم وأعصابكم، كأن انتم مش شاب 30 ولا 20 سنة ولا أكتر، لأ انت زي ما تكون 80 سنة. كل ده راجع لطاقة الحسد والتعطيل اللي عندك. مشاريعك مش بتمشي، قراراتك بتقف، علاقاتك بتقف، كأن في حد بس واقف يبوظ في حياتك، حد مخفي. مش لأنك ضعيف، هما مستكترين. في ست في حياتكم مش تمام. الإشارة دي طالعة بوضوح. الطاقة هنا بتقول في ست بتظهر عكس اللي جواها. ممكن تكون قريبة اجتماعيا، أو في شغلك، أو في عيلة، معرفة. ممكن انت هي هتوصل للبعض، ممكن مجرد ما هقول كده هتحسوها وهتعرفوا انا بتكلم بالظبط عن مين. كلامها حلو بس نيتها مش نقية. مش شرط تكون بتعمل حاجة صريحة، لكن عينيها سابقة لسانها. في طاقة غيرة، خلي بالك، في طاقة غيرة. انت شخص محبوب ناجح او الناس بترتاح لك بسهولة. الكارت اللي معايا أسد، ظهر فيه صورة الأسد وده مهم. ظهور كارت الأسد في القراءة مش صدفة، ده أقوى رموز في القراءة. الأسد معناه قوة داخلية، كرامة، سيطرة على النفس وحماية إلهية. لكن كمان خلي بالك، الأسد ما بيهاجمش إلا لما يستفز. خلي بالك، الرسالة هنا بتقولك أنت شخص قوي بس صبرك طول، وده خلى ناس تفتكرك سهل وهم غلطانين. الأسد كمان معناه شخص ليه هيبة حتى وهو ساكت، وجوده بيعمل قلق للي حواليه. نورك طاهر حتى وانت مش قصد، وعشان كده في ناس عينيها عليك. طيب ليه الأذى ما كملش أو حاجة أكتر؟ دي نقطة تطمنك. التكة بتقولك اللي جاي أي أذى توجه ليك انعكس، في طاقة انعكاس هتنعكس للي جاي. اللي هو انت جاي تضرني، يعني طاقة الضر هتنعكس عليه. وده لأن نيتك نظيفة، قلبك مفهوش سوء، في حماية حواليك. يمكن حسيت بتبع تعب بس ما وقعتش، وده دليل انك محفوظ. المطلوب منك روحانيا، عايزة اقولك، لا طلاسم ولا خوف ولا وساوس ولا تروح للشيوخ ولا الكلام ده خالص. تقلل حكي عن نفسك، ما تشاركش كل حاجة مع حد. تبعد عن الناس اللي بتحس انك بتتقل بعدها معاهم. في ناس مجرد ما تقعد معاهم بتحس ان طاقتك ده تعبت، عايز تنام، جالك طاقة خمول. الناس دي ابعد عنهم، لان ده بيعكس طاقتك. هم بيسحبوا منك الايجابيات وبيسيبوا لك السلبيات. خلي في نيتك
أنا في حماية، واختار ربنا واختار السلام. مش كل تأخير أذى، أحيانا التأخير ستر، واللي حاول يأذي يتكشف من غير ما تعمل حاجة. اللي بعده منكم أنا هقول مجموعة آيات، كل واحد ياخد الآية اللي تلامس قلبه ويفهم منها الرسالة المطلوبة. كل واحد ياخد الرسالة اللي حاسس إن هي جاياله هو. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. دي أول رسالة. رقم 2، بسم الله الرحمن الرحيم، والله يعصمك من الناس. خلي بالك، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وكأن الكلام ده بيتقالك انت، اطمن، انت مش متروه ولا مكشوف ولا سهل على الأذى. كل تأخير حصل كان بيبعد عنك حاجة ما كانتش ليك، كل وجع كان بيقوي قلبك من غير ما تحس. اللي شافك بنظرة مش صافية مقدرش يلمسك، واللي استكتر عليك نعمة معرفش يمنعها. ربنا لطيف، يعني بيعدي الخير من طرق هادية ومن غير ضجيج، واللي جاي هيفهمك وهيفهمك ليه كل اللي فات حصل. مش هطلب منك حاجة في تحصينك أكتر من حصل نفسك كويس، الفاتحة، آية الكرسي، المعوذتين، كل واحدة منهم 3 مرات يوميا قبل ما تخرج من بيتك. وقبل النوم حط ايدك على صدرك وقول اللهم احفظني بعينك التي لا تنام، واكفيني شر ما أخاف وما لا أخاف، وبس من غير أي إجهاد. قلل الحكي عن نفسك، ما تحكيش عن نعمك لكل الناس، اختار اللي ترتاح له بس. الستر نعمة مش خوف. أهم تحصين إنك ما تشيلش في قلبك حقد ولا تدخل في صراع خفي. الطاقة النظيفة دايما أقوى.